ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا وحشتوني. جماعه، اخباركم ايه؟ كل يوم وانتم طيبين. غدانا يا اخواتي بعد الشغل صينية بطاطس وفراخ محمر في صينية البطاطس وشوية رز حبة وحبة. انا عارفة ان محدش يعمل لي لايك عشان نكمل الفيديو. ده فؤاد بيطلع خلاص يا ده. فؤاد بيطلع يتريق عليه يقول زي العسل. والله اقسم بالله زي العسل. النبي ده العسل. انتوا عديتوا الناس اللي بتعمل فيديوهات دي. الصلاة على النبي عليك. ايوه احنا بنعمل بس انا يا جماعه عشان انا محبش اتكلم على نفسي كتير. انا اللي خليتهم ياكلوا النهارده وياكلوا امبارح. هي لازم ماكلين تبقى- على لو ذوقها. لا- انت ممكن اكل ما ايه على ياكلوش مزاجك أصلاً. انت؟ ما هو ده على ذوقها. زقنا له برضه؟ انا فاهم الموضوع. بسم الله. وكل يوم على ذوقك وذوقك. دي لنا يا امير. انا ذوق فين بقى؟ بسم انت الله. قلت لي عامل عايز ايه يا قلت لك اعمل جمبري. مكرونة وكبدة. طب ايه فين برضه؟ ما بعملها. انت ما قلتش، انت ما بتطلبش يعني بتنسى. انتوا ما بتسموش ايه؟ انتوا موافق ايه؟ هما بيحبوا الصوص بتاع البطاطس. هو ما تحطوليش يا ماما. ده اللي عاملين. عارفين الفراخ؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. وانتوا اهي دي كلها بتاعتك انت ودي بتاعتنا. انت عامل الفخده ده شو لسه بسالها قبل التصوير. بيقول لي انت بقول لها انت مأمن على الفخده بتأمني ليه؟ على اكلك، في حد هيسرقه؟ قلت له انا عايزه احط اكل في طبق لوحده كده عشان ما شفت اقعدش ايه. ثانيه ولا عشان ما اكلش كتير. انا لما بحط الاكل على بعضه بغي كده. بدوس. لكن قلت اطلع للناس ومش رجيم، ما ده رز وبطاطس وفراخ معانا عادي. واحده فرخه اكبر من الفراخ كلها. مش مشكله. بسم الله. شفت لايف النهارده؟ واخدين بالكم؟ كل الفراخ حلوه. اللفه دي جميله. فراخ جميله. الناس كانوا النهارده بيقولوا رايحين المستشفى، لقيتهم فاتحين لايف ما هي المستشفى ده حديثي. الفراخ دي بصوص بطاطس حلوه. وبيشربوا حاجات غريبه مش والله عارف، العظيم والله كنا قاعدين قاعده النهارده في منتهى الجمال. ومشغلين والله اغاني كنا اجنبيه. يعني. كنتوا بتشربوا بقى؟ مش عارفه. كنتوا بتشربوا يا بابا؟ اسمها فوركي. فوركي لا عارف ده فوركي بتاعت التصوير اسمها ايه؟ على 1080. اسمها ايه بيت؟ نسيتوني. ارجعوا والله زي اسبريسو كده في عالم نشوى. هو اسمه حاجه وايت، مش وايت وايت ويل ويل؟ بتاع العبد. وايت صوص. والله العظيم لازم افتكر اسمها مادية. بيطلبوا حاجات مش عارفين اساميها. عارفين انتوا الاسبريسو المنقوع اسمه ايه؟ لا انت جولد. جولد حاجه كده. جولد فوق. هم شربوا. وشرب عصير. احنا شويه فلاحين ورايحين نقعد في مكان نشرب ما اعرفش ايه. مبسوطه؟ اه كانت هتموت على صينيه بطاطس بالفراخ. انا هتبسط كده. ما هاتي وانا باكلك سمك مع البطاطس اهو. بكره ايه بقى؟ ايه لا انت بكره ان شاء الله متبقى عندي. بتغلطي. السمك حلو. شكلها كده هتبقى كشري. يا ولاد ما حدش لا يتكلم. كشري بقى أنا اللي عاملاه. سيبوا بكره بيجي برزق. اكتر كلمه تعصب. والله هناكل بكره ايه؟ ما بحبش الكلمه دي. هنتغدى الاسبوع الجاي من الثلاث ايه؟ احنا رمضان هنحط دماغنا هنفتح تاني. لا حول الله. بص قنبله تفاؤل. انا اصلا طول عمري كنت اعمل جدول، لو كنتوا سالتوني هتاكلي يوم الخميس الاسبوع الجاي اقول لكم انا هاكل كده. وانا عندي قناه كنت بعمل كده. قبل القناه كنت ادي النشوه مثلا في الاسبوع 300 جنيه ولا إيه صح؟ هي بقى تأقلم نفسها تظبط نفسها ب 300 جنيه. فطار غدا عشاء. فكانت مضطريه بقى تكتب. يوم ده حلو الخميس ده. انزل. يوم الخميس انزل المشتريات كاتبه. ما كانش تصوير. يوم السبت ربع كيلو لحمه مفرومه، الحد نص كيلو كبده. يوم الثلاث ده اللي يبقى فيه فرخه. ونشكل امتى بقى؟ لو انا قلت لها نشوى هات 50 جنيه واجيبها لك. مصدر استحمام. تقول لي بجد يا علي؟ بوظ النظام. اقول لها صدقني هجيبها لكم. اسمع اخدها اصرفها في شغلي وما يجينيش فلوس، اقعد انحل كده واقلب الدنيا على الزباين، حد يديني 50 جنيه عايز اسد بقي ما لاقيش، ونمسك في بعض. ما بيبقى ال 50 جنيه دي انا عامله حساب هتعمل عجز. مصروف العيال الصبح المدرسه، بوظت. سندوتشات الصبح، العشاء، بتبقى عامله عجز. اعمل ايه؟ فكان يعمل ايه بقى؟ اللي كان بيترعب منها امه. يا لهوي، يعني لو كان استلف منها وما كانش سد الفلوس. لكن انا الغلبانه. الله يرحمها كنت كل خميس اديها مثلا اللي في النصيب قليل ده. كانت تقول لي كلمه ساعه ما تقولها لي يا جماعه الله بس يرحمه ايه؟ جناني ده يطيق ما اعرف الكلمه دي ما كنتش بحبها. تقول لي ده انا عليها تقولش فلوس ما تقولش اسامي الفلان بتاع بتاع الفراخ. يتنقص. لا ما عرفتش تقول لي الاسم ده. ما هي البانه في بقي ما فيش في دماغها في بقها غير فلان بتاع الفراخ. مفيش هدور الشتيمه في بتاع الفراخ. عيلة علي فيهم طبع وحش.
احنا وحشين يا باشا. لا والله على فكره ده غلط. بجد طبعا مفيهاش غلط. مش هم كنت بفكر بكره. صح. ايوه هما ما بيشيلوش هم بكره. ومع الله يرحمها كانت كده، ما تشيلش هم بكره. يزي كان ابويا كده، انت عارف كان زمان عندنا في حته ارض يعني حوالينا، هقول لك مكانها فين يا نشا. حته الارض دي لغايه النهارده متحوطه بسور كده. فيقولوا لابويا الله يرحمه ايه، ما تشتدها يا محمود للعيال ب 20 جنيه، اقسم بالله ب 20 جنيه. قال لهم لو انا هبل هشتري حته ارض، لو انا قاعد في الشارع ايه العقل اللي انتوا فيها دي؟ فكان ابويا الله يرحمه اهم حاجه ناكل اللقمه وننام وبس، انما لا كان بقى يفكر يشيل هم المستقبل، هو كانت دماغه جايباه كده. اشوفه بس. واجت امي نفس الطابع، ما كانتش تشيل هم بكره. اشوفه احنا بس. اهم حاجه نطبخ كميه اكل كبيره للبياعين والعالم اللي هم اللي على نيتهم العالم البركه دول يجوا ياكلوا وبس. هي ده كان بيتنا. بابنا ده احنا كنا ننام اقسم بالله الباب ما كان بيتقفل. انت شفت الحاجات دي في الاوقات؟ على طول كده 24 ساعه بيتنا ده مفتوح. بجد كانت حياه غريبه بالنسبه لي، احنا غريبه. لا فيهم بقى طبعا وحشه، ده مش ده اللي انا قصدي عليه. امه واخواته البنات مش هو امه وامل. يعني هما بيقوموا الصبح يروحوا لبتاع الفراخ يجيبوا فرخه، بتاع الخضار يجيبوا خضار، بتاع السمك يجيبوا سمك، ويدلعوا نفسهم. واخر الاسبوع او اخر الشهر يحاسبوا، تلاقي عليهم رقم كبير. وما بقوش حاسين ان هم بيشتروا طول الاسبوع، شوكوا بالقسط كده. فده كان انا عمري في حياتي رغم الظروف الماديه اللي كانت مر بيها صعبه، بس عمري ما عملتها. النهارده مش معانا فلوس اجيب فرخه اجيب فرخه، مش معانا فلوس اجيب فرخه ما اجيبش. اقول لكم حاجه كنت بعملها من ورا بابا وماما. فرخه عندنا كان جنب بيت بابا، كنت افضل اخد اللي انا عايزاه واقول لبابا يبقى يجي يحاسب. مش عارفه حد دلوقتي هو حاسبه ولا لا اصلا. اكيد حاسب، هو ده بيسكت على فلوس. مره لحد دلوقتي ما اعرفش بابا. مره كنت انا اقف اشتغل نشا في الورشه، فكان بقول له يا احمد افضل رايح جاي عليا وبيقعد معايا وكده. المهم ايه، في يوم فضلت انا واقف شغال، كنا تقريبا الساعه 1 بالليل. فضلنا وروحنا. كان كل اللي في جيبني 5 جنيه. دي اللي حلت انا وبيه من الدنيا 5 جنيه. فقلت في 5 جنيه ديت هنجيبها بقى بكره حاجه نفطر بها فول وطعميه. يعني فول وطعميه نفطر بها بكره. فالمهم احنا ماشيين، فال5 جنيه في جيب ابوي، انا عايز اعفقها في جيبي عشان عارف ان ابويا ايه هيسيح الدنيا. المهم معدين كده تلاقي ده واحد بيقول ايه 2 ب5 يا عنب. قلت اقسم بالله 5 جنيه ده هطير الوقت اهو. المهم بص بتلاقي ابويا مسايبني ورايح ناحيه العربيه، خد يا ابا رايح فين؟ قول له هجيب عنب. قلت له ده بكره هنفطر منين؟ مش معانا ليه؟ قال لي اللي هيرزقنا النهارده هيرزقنا بكره. قلت له يا ابا بالله عليك اسمع الكلام، ما تقعدش بقى تتحرق في دمي. قال لي مش هتخاف ايه؟ وقام راح جايب يا نشوه 2 كيلو عنب، وقمنا رايحين البيت مغسول وقعدنا ناكل، وبكره رب بيجي برزقه. يعني مت من الجوع تاني يوم. وبكره ولا ما انا كبرت وحلوه مش تاني يوم لقيته اكل. فطرته برضه. والله. ايوه. وفطرته ولا لا؟ اصل هما كانوا بالنسبه لهم ده احنا احسن الفطار ده ممكن نجي حته جبنه عيش، امي كانت بتخبز. هما كانوا بالنسبه لهم الحاجات سهله، الحياه سهله. يعني هم عندهم مثلا اول السنه اول السنه يروحوا يجيبوا رز بفلوس كتير ويحطوه فوق عندهم في خزانه يعني كراويطه مفتوحه كده بتحط في قلبها رز. ايوه. مثلا تكون عندهم تموين ولا مش عارفه ايه زيت وكده خلاص. ايوه. في بقاله دايما جنب البيت، حبوا يجيبوا عدس جابوا سمك يجيبوا، لما يجي لهم فلوس اخر الاسبوع يروحوا يدفعوا ده ويدفعوا كده. فكانت الحياه سهله، مفيش حد عندهم اسمه مش يعني مفيش حاجه مش هتلاقيها. كان عندهم يقين، الناس بتوع زمان عندهم يقين بالله ان ربنا هيبعت لك اللي هيبعت لك بس النهارده هيبعته لك بكره. عشان كده ربنا يبعت لك. مره عارف ام علي رغم ظروفها الوحشه الماديه اللي كانت صعبه كانوا يعملوا ايه؟ كانت ام علي دي عايشه ايه؟ ارفع كده السرير، تحت السرير تلاقي شكاره بطاطا وشكاره بطاطس. ايوه. ورز وشكاره رز، حاجات تشبه بقى. والله تيجي على بالليل كل يوم بالليل تقوم سلقه حله بطاطا. كانت البطاطا تقريبا واقفه على ربع جنيه الشكاره، يعني مش الشكاره بربع جنيه، يعني الكيلو واقف على ربع جنيه. تقوم عامله حله رز، حله بطاطا قد كده، وبعدين اقول لك بقى على سر ناجي بتعمله. دي تكتم جواها ما قلتش لحد. كتمت جواها ضحيه بتاكلني البطاطا من غير فرن. كده منين؟ من غير ما تطبخ يعني. اما العيله دي طب احنا بنحب البطاطا نيه بالقطع. كلهم يعني عندي كلهم بياكلوا البطاطا، يموتوا في البطاطا نيه يحبوها. انا عمري ما اكلتها بس هم يحبوها جدا. مره واقف في الورشه
وقع جايب الكرسي، جاب له كرسي خرزان ماشي وحطه، كان ابويا بقى تعبان وحطه على باب الورشه. فالمهم انا عارف ان احنا معانا 10 جنيه، اقسم بالله كده 10 جنيه. المهم ايه، انا لقيت ابويا واقف يتكلم مع واحده بنت شابه حلوه كده، بحكى ابوك كده كان بيقعد يعكس البلد. فهو واقف يحكي معاها وفتح الله معاها، يرحمه يعني. ايوه وفتح معاها مصير وقعدوا يحكوا. انا واقف شغال على المكنه جوه بس لمحه بطرف عيني. فتح على ايه؟ المهم ايه، مصير يعني يسيروا. قعدوا يسيروا مش فتح عليها مطوه يعني، لا فتح عليها يعني فتحوا مصير. قعدوا يحكوا بقى السيره يعني يقعدوا يسيروا ويتسيروا يعني. فالمهم بقول له ايه مين دي يا ابو؟ قال له والله واحده غلبانه. قلت له ده غلبانه؟ بنت لابسه نظيفه وبنت شكلها حلو. قال لي ايه والله خدت ال 10 جنيه اللي معايا. اقسم بالله كده. قلت له خلي ده. قال لي والله الحسنيه صعبت عليها وماشيه على الله. فقلت اديها لها بقى وتروح. عرفت ابوك طالع لي ده. بس ده النهارده هحكي لكم على موقف كان عايز فالمهم اصوره. انت باصص من بره كده، قلت له يا بابا بجد انا تستاهل. النهارده هحكي لكم على موقف. انا فضلت طول ما انا ماشيه دايخه ونفسي في حاجه حادقه دايخه. فطول ما انا ماشيه اقول له هات لي انزل هات لي حاجه حادقه، يعني كيس شيبسي اي حاجه حادقه. حاجه تفضي نفسها يعني. تقول لي طيب ماشي طيب ماشي وماشي طيب ماشي وماشي لحد ما لقينا سوبر ماركت واقف قدامه عشان ينزل يجيب. لقيت بقى قدامه ايه، واحده واقفه بتشتري. انا لو قلت لكم هي عامله يعني استغفر الله العظيم يا رب. انا تلاقيت ديت انا نازل اجيب لها الشيبسي، تلاقيت دي اقسم بالله ما انت ناس، انا فكرت ان انا عملت لها حاجه غلط في تزعلني. ناس بتلبس العبايه، هي العبايه معروفه ان هي ستره. في ناس عندها العبايه دي مش ستره خالص، وهي لو يعني هي بتهيألي لو من غير عبايه اكرم منها والله العظيم. المهم ببص كده تلاقيت واحده بتشتري، قلت لها بصوا وزعلت مني زي ما كنت انا اللي جبت البني ادم ده حطيتها. طب انت عرفت منين؟ قلت لك لا، يبقى انت اخدت بالك. المهم قلت لها خلاص يا باشا والله هنزل ومانش. بص قالت له اقسم يعني عجبتك يعني ما اعرفش. بص يا امير، الشعر بقى ايوه وعلى الطرحه اللي هنا. مش من ضمن ده اكيد. لا يا ما الطرحه اللي هنا. ايوه وده كله باين وعامله لون بقى جايباه كده. والعباء بصوا هي انا شفتها انا كواحده ست بقيت واقفه مستغربه هي ازاي خارجه كده من بيته. انا يعني كنت هبص لها يعني شوف. شفت بقى؟ لا كسب. لا انا بقول ايه، بقول انا كنت هبص لها. لا كسب. كان يقف يقول استغفر الله العظيم. وانا هقول ليه هتصفى لما انا اجيب كيس شيبسي واجي لك، ما انت قاعده معايا في قلب البتاع. بس وانا همسك عينك. انتوا فيكوا حيل تغيروا. تبقى عندك كام سنه؟ 70؟ هي البنت دي عايزين اقوم ادفن بجد والله. البنت دي كل ما لا، تتكلم عشان- تقول لي انت لسه يعني لسه فيهم حيل يغيروا على ايه؟ عايزه اقول لك ده ما انا هقول لك لا اقول لك على جمله انا هقول عمري ما لكم قلتها. كلمه خدوها ما تدوروش وراها. اي راجل مفكر ان مراته دي ما بتغيرش عليه فهو راجل شديد، راجع حسابات. الواحده اللي بتغير على جوزها اعرف ان مراتك دي محترمه. انما لو اجى عليها اليوم اللي خلاص شالت منها ايدك، شالت ايدها يا منك، بخت. اقسم بالله دور في حساباتك هتلاقي الدنيا بايظه خالص. الكلمه دي تبصم لو الواحد يعرف يتكلم بس نشوه هتقول لي اعمل قص. انا اكتفي قصي. بهذا القدر. بصي انا مش كنت اهو. كل ما تتكلمي تقولي انت كبرت انت كبرت. والنعمه انا عايزه اقول لك دي على بقى حاجة. عندها 85 سنه وده بقى عنده 95 سنه. فيكوا حيل تغيروا مش لسه. عارف. 85 95 برضه. وده 95 سنه. انا كنت اخرج انا وواد صاحبي، واحد صاحبه كان اكبر مني في السن. طول ما انا ماشي دي ترند انت فين؟ ده انت اتاخرت لا ده بيفتح كاميرا كده وريني انت فين. انا صعب. وقاعده قلقان. فصاحبي ماشي متجوز برضه، ما فيش حد بيرن عليه ولا حد بيقول له انت فين. قول لي انت راجل انت ده انت ما اعرفش ايه. شوف انا والله ما تجرؤ ترن علي. والله العظيم قسما بايات الله لفت الايام والواحد سمع حاجات وعرف حاجات. قلت الحمد لله. فيا بخت اللي يرزق بزوجه تخاف عليه وتغير عليه. ما بتغيرش عليك ولا بتحبك اعرف ان الموضوع مش مظبوط يعني انا ما بحبكش. انا ما قلتش كده. انا بغير بس عادي يعني ككرامتي. بغير بس مش مرتبط. فاهم كراكه؟ كرامتي كرامتك مش كراكه يعني. ده مع السلامه يا جماعه. عارفه السلام عليكم. كنت مغرفه طبعا عشان اكل. خدنا الغداك معايا بقى. ما انت عطتني العلاج. ربنا يخليك ليه ويبارك لك. اجيب النتيجه بسرعه كده. جيب نتيجه بسرعه اهو. لا بس بصراحه يا ماما
قال لي كلمتين المفروض تشكروا فيهم. يلا قدم له شكر يا شيخ. عارف اول ما جينا من السعوديه عمل ايه؟ عمل إيه؟ لسه داخله اقسم بالله ما كنت غيرت هدومي، طلعنا على الميزان. في العمره يا جماعه النشوه دي انا كنت بجيب الاكل واقعد ازقق فيها زي اللي بيربي بط بجد، واحط صبعي في بقها كده واحشر لها انت الاكل. مش كنت واقف في العمره ولا؟ أيوه. كانش بتشوفه بياكلني؟ ده كان بياكل. ده كان يوم نانو. طب نانو خدي يا والله نانو. ما اصلا لمحت لها وطول النهار شوكولاته وبسكوت يا نانو وعصاير وبيبس. بابا كان ما دي يسحب من مالهاش في البيبسي، كانت بتشرب ازازه البيبسي اللي هي تركي ده فين؟ الثلاثه اللي يدري. اه او ابوكي كان يوم يا ده في العمر يا جماعة ماما كانت ليل نهار بتاكل شوكولاتة أهو. حصل معاها كمان. انا كنت جايبه نونو يا الدفتر نشوة انت ما كنتش بتاكل الشوكولاتات؟ باكل شوكولاته. طيب باش من لما ورا. تسيبها دي سوا. كانت مثلا يا جماعة في اليوم ممكن تاخد لها 5 علب شوكولاتة اللي هم انت الكبار. عارف انت لو اكلت طبقين من دهم بالصلاه على النبي ها عادي، انما عارف حته حاجه مسكره كده تدمر. ماشي. واكلت اكلي. ابوك كان بيقوم بالليل في السعوديه يوم يقول لنا يعني ما كانش بياكل حاجة، كان بياكل زبدية بس. ياكل رز. كان عشان يعني المصحف كان بيقوم الصبح ياكل فيه يفطر فراخ. حصل لا والله. احنا كنا بناكل من وراه ليه؟ عشان بيقوم يقول لنا ايه؟ انتوا بتاكلوا برضه؟ انتوا بتاكلوا برضه؟ 24 ساعه هناك هنسموهم يا عادي جعانين. امين لو دخل خبط انا جعان اكنه قال له كلمه قلت الادب. اصل الاكل في اوضتكم. ايوه انا جعان انت لسه هتاكل احنا مش لسه قايمين من على الاكل انتوا ما بتشبعوش لوحده. وهو اللي كان بياكل لوحده. انتوا ما قالوا لهم انتوا مش جعانين ولا حاجه، انتوا حاسبين انتوا فاهمين غلط. انا من يوم ما اتجوزت الراجل ده وهو ماشي على مبدأ واحد، لا هو شبعان احنا كلنا شبعان. لو شبعان يبقى احنا لازم نشبعه، مع ان هو اكل احنا ما يعني اكلناش. يعني مثلا انا اكلت وقت معلقتين فطبيعي شويه هجوع، هو بالصلاه على النبي اكل كتير الله اكبر. فهو مش هيجوع، فانا هجوع في توقيت قبله. ساعه ما اقول انا جعانه في التوقيت اللي هو قبله ايه ده؟ ايه ده؟ لو ما بيحسبهاش كده بيحسب لو احنا جعانين، لو هو جعان يبقى احنا جعانين، يبقى جعانين. هو شبعان يبقى احنا شبعانين. واحنا طول عمري لو انا خارجه معاه دلوقتي وقلت له علي هات عشاء، لا 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 انا شبعان. ايوه ما تجيبش ما تتعشاش احنا كبنات اسره هات عشاء لينا، لا لا لا. فعشان كده يبقى ده وحش قوي. ايوه عشان كده انا والعيال بقى بنعمل ايه؟ قال لك يا بقى سر بقى، كنت انت لما تخرج تصلي بس يعني هو كان بيصلي وانا كنت لا قاعدة كنا ما بصليش. يعني كان هو بينزل قبلنا بساعة كده، كانت ماما عندها علبة نوتيلا كانت مفهماك اللي احنا اللي مخلصين، هي اللي كانت مخلصاه. والله شايف البرطمان كان في الكومودينو فاضي. طب مره بس انا بقول لها ده العيال لا بس ده فيا والله العظيم. من وشك يومين ايه انت بتقول ايه كلام؟ اول مصحف. ما تحلفش بس واقسم بالله ما حصل. والله والله يا كان جماعة مرة يا بابا انا برطمان خلصت علبه بصوا. النوتيلا. انا اللي برطمان بقول له نوتيلا والله يعمل له حوالي مثلا من 12 كيلو قد كده. برطمان ده فين ده بقى؟ المحل ايه اللي بيبيع برطمان نوتيلا 12 عشان بقى يا كيلو؟ بابا، وفي مرة انت كنت داخل جيت وانا كنا بناكل نوتيلا، قلت لحمام مسكين المعلقة مسكين البرطمان وانت دخلت. حصل والله ده حصل. وبعدين بص يا امير ما عدتش عرفت افتح بقي. مش عارف اتكلم دلوقتي. هيكلمني عن يقول لي هتنزل ورا. كانت نوتيلا؟ لا انا ما باكلش حاجات مضره من دي، لا تعرف عني لا كده. ما شاء الله. ماشي بصي يا نانو انا جايه لك اهو يا حبيبتي، اقفل كده بس. ياخدوا في عمره تاني. بس ما طيب